أبو تريكة عمل فني مرح. أبو تريكة بيرد على جدل إعلان راعي الأهلي ويصرح الأحمر لا يفوت. علق محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على أزمة الإعلان الخاص بأحد رعاة القلعة الحمراء، والذي تسبب في موجة كبيرة من الهجوم من جمهور الزمالك. وقال أبو تريكة في تصريحاته: الأهلي لا يوجد لديه أي خلافات مع أي شخص، وهذه مدرسة النادي، والأهلي بيعتبر الشقيق الأكبر لجميع الأندية، فهو لا يسعى لنادي يفوت لي ولا يفوت لنادي، ولا بيعمل أي حاجة من الحاجات اللي هي مش تمام دي. وأكمل أبو تريكة: الأهلي يحرص على الاحترام الجميع وتقديرهم، ومن ثم يجب أن تسير الأمور على هذا النحو بحيث نحترم الجميع. وتابع: البعض بيرغب في إثارة الجدل، وعندما يقدم إعلان ممتع وخفيف الظل وجذاب يصارع البعض إلى القول هذه سخرية. سخرية من ماذا؟ والأهلي عنوان الاحترام، ورعاته يتسمون بالاحترام. واسترد تريكا: لماذا يتم تحويل الأمر لحريقة؟ الإعلان مجرد عمل فني مريح، وإذا كان هناك أي ملاحظة قول يا عم وعنينا، مفيش أي مشكلة. واختتم تريكا: لكن الأمر لا يتطلب المبالغة، فهو بسيط وتكفي كلمة عتاب بسيطة والقصة تعدي. خلي الدنيا تمشي بشكل كويس. أبو تريكة بيكشف حقيقة أزمة خوسيه ريفيرو مع إدارة الأهلي. كشف محمد أبو تريكة عن حقيقة ما تردد مؤخرا بشأن وجود حالة من الغضب لدى المدرب الأسباني خوسيه ريفيرو المرشح لتدريب النادي الأهلي بسبب تأخر الإعلان الرسمي عن تعيينه وتولي قيادة الفريق في الفترة الحالية واستكمال منافسات بطولة الدوري المصري. أبو تريكة تحدث وقال: غير صحيح ما تردد عن غضب خوسيه ريفيرو من إدارة النادي الأهلي. وقال تريكا في تصريحاته: تردد خلال الساعات الماضية أن خوسيه ريفيرو المرشح لتدريب الأهلي غاضب بسبب عدم الإعلان عن التعاقد معه، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة. ريفيرو بيعقد اجتماعات مستمرة مع محمد يوسف، واجتمع أيضا بكابتن محمود الخطيب أكثر من مرة، وهو متفاهم الظروف ويقدر تماما حجم المباراة الأخيرة في بطولة الدوري.